عسلامة عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وفي صحة وفي سعادة. أنا لاباس، انتم مش عاملين؟ شنو أحوالكم؟ شنيا أخباركم؟ غبت شوية، عندي 3 ولا 4 أيام ما هبطتش فيديو، الله غالب. ظروف. إن شاء الله يا ربي تكونوا انتم في خير. أنا هاني رجعت لكم بفيديو جديد في قناتي وفي يومياتي. الفيديو هذايا هاكم معايا في الكوجينة باش نشوفوا شنو نعملوا مع بعضنا. لهنا ركبت فطور نص النهار، عندي شوية معون هاني نغسل فيه. هكاك قضية الدار كما تعرفوا كل يوم. ساعات نحسها نفسها، معناها القضية اللي نقضوه اليوم نعاودوه غدوة، وهذاك هو وهذيك هي قضية الدار. هلا يا مات قريب القراية، زاد واحد يخرج يشوف شنو لازمه من أدوات مدرسية لصغار، والكرطابة الطبلية الكرارس، هكاك واحد يعمل دورة ويشوف شنو باش يشري لدخول المكتب. حتى كوني انا ما نجاوبكمش في ساعة ولا ما نشوفش كومنتاريتكم، الله غالب ساعات نكون معناها مانيش متفاضية، اما الحقيقة كومنتاريتكم على عيني وعلى راسي، نشوفها كومنتير ونقراهم، ونشكركم برشا على دعمكم ليا، وان شاء الله ربي يخليكم. نشكر زادة الناس اللي مشتركة في قناتي من قبل واللي تدعم فيا، نقولكم ان شاء الله ربي يخليكم ودعمكم لي على عيني وعلى راسي، ومرسي بوكو. نرجع معاكم لهنا. غسلت الماعون، كملت غسلت الماعون، غسلت كلمنات، غسلت سيكان، زاد جبت فيهم قضيات حبيت نغسلهم هناك التراب متاع الخضرة، زاد غسلتهم. لهنا سي طفيت على الفطور، نحيت الطنجرة باش نمسح الغاز. من اهم التنظيفات اللي في الكوجينة هو الواحد ديما الغاز لازم يكون نظيف، ما نخلوش الغاز عليه حتى شيء، كي نخزرولو هاكا يبدا نظيف ما في حتى بلاصة، والكوجينة تبدا نظيفة كي يبدا الغاز الحقيقة نظيف. باش نشارك معاكم هكاك شوية من نهاري، نغسل الماعون، نمسح الغاز، نعمل مسحة للدار، وهذاك هو الروتين اللي باش تشوفوه معايا. فما روسيت باش نشاركوها زادا مع بعضنا ان شاء الله، باش تشوفوها في الفيديو ان شاء الله يا ربي تعجبكم. لهنا تشوفوني نقضي اليدين متاع الوحدة اللي لبستها مبلولة، الحقيقة انا من نجمش نقضي ولبسة كيكة حاجة طويلة، اما على خاطر روتينات وعلى خاطركم هاكا واحد بالرغم الدنيا سخونة هاكا نصوروا معاكم ونبارطاجي معاكم نهايري كيفاش يتعدى، وان شاء الله يا ربي تعجبكم قناتي. ما تنسونيش في اللايك، ما تنسونيش في الكومنتير المزيان، ان شاء الله ربي يخليكم. كومنتاريتكم على عيني وعلى راسي، بالعكس انا نفرح برشا كي نلقى كومنتارات مزيانه، كي نلقى ناس صبحت عليا، كي نلقى ناس كتبت لي، بالعكس انا نفرح. وعلاش ما نجاوبش، نجاوب، امل والله العظيم الله غالب ساعات واحد يتلها شويه، اما هي قناتي زاد انا نحبها ونورمالمون نتولها بيها ونجاوب على كومنتاريتكم. لهنا باش نمسح باش نعمل مسحه بالاسبيراتور للزربيه، كان فيها تفشه ولا حاجه هكا تتنحى هاكاك. هذيك المسحة ديما لازمة، واحد لازم هالايامات فما شوية عجاج فما شوية رمل، سبحان الله جي عجاج لطف يا ربي، الدنيا كلها تردمت بالتراب.
حاجة ربي شنو باش نعملو هذاك هو. هاكا الزربية ساعات نخرجها ساعات لي كل مرة كيفاش معناها يبدا الطقس خايب الحقيقة ما نحيش نعمل مسحة كيكة، والاسبيراتير باهية تنحي كل الغبابر تنحي اي تفشة في الزربية تنظفها وما تخلي فيها حتى شي. بالنسبة للي عنده صغار ديما لازم باش يطيحوا حاجة باش ياكلوا حاجة، حتى كي تقولهم كلوا في الكوجينة ما تاكلوش غاديكا في الصالة ولا حاجة، لا غالب لازم باش يغافل الصغير ويجيب في يده حاجة يبدا ياكل فيها وباش يطيح. هاكا كيكا ندور عالدار الكل زادا نعمل لها مسحة. لهنا سي كملت قضية الدار الكل هنا في العشية باش نعملو مع بعضنا جلاس في الدار حويجة نظيفة مكونات بسيطة. أنا وصفاتي بسيطة، ماكلتي بسيطة ما تكلفش برشا مصروف مع الدنيا غليت مع المقدرة الشرائية للعباد بصراحة الدنيا غالية برشا. وكان وصفات ما تتكلفش برشا وصفات اقتصادية نشاركها معاكم وإن شاء الله يا ربي تعجبكم. لهنا خذيت كريم شانتي وياغورت هكا شوكولا وزقوقو وياغورت متاع غلة باش نعملو مع بعضنا جلاس في الدار ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفة هذه. الحليب حطيتو في الكونجيلاتير يلزم يكون بارد باش في صال كريم شانتي تتركض معانا لازم يكون الحليب متاعنا بارد. حطيت نص لتر حليب وكل واحد وشنو يحب يحط الكمية معناها متاع الجلاس متاعو كان برشا ولا شوية. انا لهنا حطيت زوز باكوات كريم شانتي. انا راني ديما نغلط بين الكريم شانتي والكريم فريش ديما نبقى نخمم باش ما نغلطش. كان نبقى نخمم كريم كريم شانتي هذه مش كريم فريش. كان باش نصب الباكوات ونركضها اللي انت تركض معايا وبعد كنتم النكهة وشنو عندكم بالضبط بالنسبة للياغورت اللي عندكم كان ياغورت فاني كان ياغورت بنان كان شوكولا. كنقسمو هذيك الكريم شانتي متاعنا ونكهوها بالنكهة اللي نحبو عليها ونحطوها في الكونجيلاتير سوايع باش نتحصلوا على جلاس بنين. وكما حكيت الجلاس هذايا مكونات بسيطة وما يتكلفش برشا وسيرتو الصغار يحبوا الجلاس ويحبوا الحاجات هذيا الباردة. لهنا ركضت الكريم شانتي متاعي هاكا شفتوها كيفاش باش نقسمها في 3 حكوك وكل حكة هاكا نحط فيها النكهة اللي انا نحب عليها. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفة هذه وجربوها واكيد صغيراتكم باش يحبوها برشا. لهنا عندي الياغورت هذيك اللي بالغلة باش نصبو في الحكة هذيك ونعاود نركضها. نجمو نعملو بنكهة الكراميل بالنكهة اللي شنو نحبو احنا. لهنا حطيت كعبدانات وباش نحط ياغورت زقوقو نكهته بنينة بنينة برشا. نجمو زادا نزيدوها شوية كاكاو باش تغمق لنا تحبوا لونها غامق زيدوها شوية كاكاو.
وكيما حكيت بحاجات بسيطة بمكونات بسيطة ما تتكلفش نعملو حويجة باردة لصغيراتنا وحاجة بنينة وحاجة نظيفة في الدار. لهنا ركضت القلاص متاعي وباش نحطه في الكونجيلاتير يبرد هكاكا نخلوهم يبردوا سوايع والا حتى من الغدوة نجبدوهم ونحطه في الكيسان وناكلو وصحة وبالشفاء للناس اللي باش تجربها. هنا وكم صحت الحكاك باش ما نحطهمش فيهم حاجة هكا يبداو نظيفين في الكونجيلاتير ونخلوهم نسيبوهم سوايع وكيما حكيت حتى من الغدوة نجبدوهم في العقل نخلوها تتجمد في عقلها. لهنا نوصل معاكم إلى نهاية الفيديو إن شاء الله يا ربي تعجبكم الريسيت متاعي يعجبكم الروتين متاعي. إلى اللقاء في روتين جديد ومرحبا بكم في قناتي.